لو انت مستواك الحالي بي 2 وعايز بقى تروح لسي 1، الفيديو ده بتاعك. السي 1 ده بقى اللي بيخليك تشتغل في كول سنتر وانت مستريح، يخليك تبدا تتعلم تدريس اللغه لو انت عايز تبقى مدرس او مدرب انجليزي، ويخليك تبدا تدوس في الايلتس والتوفل وانت مستريح. في المستوى ده انت محتاج يكون معاك تقريبا 8000 كلمه، وده مش رقم كبير خالص. وفي المستوى ده احنا المفروض ما نتكلمش عن الجرامر قوي، لان انت لغايه ما وقفت في المستوى ده انت تقريبا معاك كل الجرامر اللي تقدر تستخدمه بشكل يومي. هتقول لي يا عمر الجرامر مش بيخلص، هقول لك عندك حق. بتستخدمه كله؟ طبعا لا. امال بتتكلم ليه؟ انت محتاج تقرا مقالات وصحف بالانجليزي كتير، هتحتاج تتعلم بيزنس انجلش لانك هتحتاجه في حياتك سواء شئت ام ابيت. هتركز على الاكسنت والنطق واللهجه يا ريت. يعني ما تجيش تبقى سي 1 وتقول لي I want you to do، قول لي I want you to do. اتعلم لغه بقى متخصصه في مجالك عشان تقدر تحضر برزنتيشن كامله بالانجلش، وابدا اتدرب على ده. هتحتاج انك تفضل في المرحله دي من 3 ل 4 شهور، وتزود قوي في الكونفرسيشن او في البراكتسنج، واللي هو ممارسه المحادثه. وبعدها لو عايز تطلع لسي 2 بلاش اصلا. محدش هيحتاج السي 2 ده غير لو هو عايز يبقى حاصل على بي اتش دي لتدريس اللغه الانجليزيه مثلا. وانت لو شخص عايز بس تبقى سبيكر او عايز حتى تدرس انجلش، مش مضطر ان انت تبقى سي 2، لان انت عشان تنقل من سي 1 لسي 2 هتحتاج تقعد من 4 ل 6 شهور تقريبا، فانت مش محتاج لده قوي. لو وصلت للمستوى ده فانت محتاج تحافظ على الانجليش بتاعك عن طريق البودكاستس، وانك تعمل براكتسنج كتير قوي.